أهلا بيكم في قناة فانزيلة الجمل. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ، وهنبدأ بدخول بيبي حياة العمليات. والحقيقة مستر أحمد نزل فيديو اليوم على قناة ندى وأحمد، وكانت بيبي حياة رايحة المستشفى علشان بيبي حياة هتعمل عملية. وكانت ندى جلجل قلقانة جدا على بيبي حياة، ومستر أحمد وندى جلجل كانوا بيكلموها عشان بيبي حياة ما تبقاش خايفة. مستر أحمد قال للأميرة فيروز إنها تقول لحياة إنها عايزة تبقى بدلها علشان بيبي حياة تطمن. وهنا بيبي حياة لبست لبس العمليات علشان تدخل غرفة العمليات. ألف سلامة عليكي يا أحلى بيبي حياة في الدنيا. ندى جلجل انهارت جدا من العياط، وكمان الأميرة فيروز كانت بتعيط. بجد يا جماعة ندى جلجل والأميرة فيروز صعبوا علينا جدا. ندى عيطت من شدة خوفها على بيبي حياة، وكمان الأميرة فيروز كانت بتقول أنا عايزة حياة. وطبعا الأسطورة جه علشان يطمن على بيبي حياة. ربنا يقومك بالسلامة يا حياة. وهنا بيبي حياة كانت طلعت من غرفة العمليات، وطبعا بيبي حياة كانت بتعمل عملية اللحمية.